الحمد لله الذي خلق الإنسان وأحسن إليه وجعل له امرأة وسلطها عليه تأكل كدا وتلطم خدا وتنعل أباه وجده تسيء إليه إذا أحسن إليها وتآمله بالقسوة إذا أشفق إليها عيشته معها مأدوم الراحة. ألا فمن كان عازبا فليحمد الله ومن كان متزوجا فليكثر شكواه إلى الله. ترى المتزوجين اليوم في أغلال من حديد وهم وكرب شديد، نهارهم أتيد وليلهم يشيب منه الوليد، نهارهم حيارى وليلهم سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فقد حدثنا الهضام أخبرنا الحجام أن لعباس عن قاسم عن بالط عن محاسر قال: من تزوج امرأة من قبل شمر إلا وقد حرمت عليه الجنة. رواه الهضام. وقال أبو راد حديث حسن. وفي رواية أخرى حدثنا سحلة حدثنا مسجم عن مزبائنا لشبان أحمد دبان أدو قال 7 مصائب ولا امرأة من قبل شمر. رواهم أبا وقال مباري حديث حسن. بارك الله لي ولكم في اللعن بغير عظام ونفعنا وإياكم بالصحابك مع الإدام.